ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لما يكون نفسنا في فطير مشلتت مش لازم نقعد نعجن ونفرد. احنا لو عندنا لفة جلاش ممكن نعمل احلى فطير مشلتت ومش هياخد معاك 10 دقايق. جميل ولذيذ ومورق وطعمه لذيذ جدا جدا، وانت لو ما قلتيش لحد ان ده في جلاش مش هيصدق ان جلاش اصلا وهيفتكر ان هو فطير. والطريقة سهلة جدا جدا، هنعملها مع بعض وهتظبط من اول مرة مع شوية عسل ابيض بقى ولا شوية جبنة. اتوقع ان شاء الله ان انتوا لو جربتوها هيعجبكم جدا جدا. معايا المكونات: لفة جلاش، ومعايا نص كوباية قشطة على نص كوباية زبادي، وربع كوباية حليب، ونص كوباية زبدة عليها ربع كوباية سمنة، ومعلقة صغيرة مليانة بيكنج باودر، واخر حاجة معلقتين كبار سكر او معلقة كبيرة سكر على حسب ما انتي بتحبيه مسكر او لا. هنحط هنا بقى المكونات عندي زي ما قلنا: نص كوباية زبدة عليها ربع كوباية سمنة، هنا نص كوباية زبادي عليها نص كوباية قشطة في بولة، وهنضيف عليهم الحليب ربع كوباية حليب، ومعلقة كبيرة سكر، واخر حاجة معلقة صغيرة مليانة بيكنج باودر. وهبدأ اقلب المكونات دي كلها مع بعض لحد ما تمتزج كويس جدا وتكون خليط زي ما انتم شايفين بالظبط كده. تكون كلها ممتازة كويس جدا جدا، لان ده الخليط اللي هيحول لفة الجلاش اللي عندي دي لفطيرة حلوة جدا ان شاء الله. الجلاش يا جماعة عبارة عن اصلا دقيق ومية، هي نفس العجينة اللي احنا هنعجنها لو هنعمل فطير، بس بقى طبعا هنضيف التركات دي عشان يطلع شبه الفطير بالظبط. هجيب صينية عندي مقاس 30، ولو مقاس 35 كمان هتبقى كويسة برضو. وهبدأ ان انا احط الجلاش زي ما انتم شايفين، نص الجلاش في الصينية ونص التاني بره. وهدهن كويس جدا الجلاش بالعجينة اللي انا عملتها دي بالميكس اللي انا عملته ده. زي ما انتم شايفين اخد بالي ان الاماكن كلها متوزع فيها الخلطة دي كويس. ونجيب يا جماعة جلاش يكون نوعه حلو، نوع كمان الجلاش كويس بيفرق برضو في النتيجة النهائية. حطيت الجلاش جنبي اهو، باخد بالواحدة هبدأ ارص الطبقات كلها في الصينية زي ما انتم شايفين بالمنظر ده، وهدهن بين كل طبقة وطبقة لحد ما اخلص كمية الجلاش اللي عندي كلها. الكمية اللي انا عاملاها دي الصوص ده هيكفي الكمية كلها ان شاء الله. سبت ورقتين جلاش في الاخر وغطيتهم كويس، وهبدأ ان انا اطبق الجزء اللي كان بره هدخله جوه بالمنظر ده، وهدهن برضو كويس بالخلطة اللي انا عملتها دي. حلو جدا. في كل بقى كل الطبقات ما بين كل واحدة والتانية كويس خالص. وخلي بالي اني ادهن الحروف وفي النص عشان كلها تبقى مورقة معايا. كده خلصت. دهنت كمان اخر طبقة اهو. وهجيب بقى ورقتين جلاش اللي انا كنت سايباهم في الاخر، اتاكد بقى انهم مش متقطعين ولا اي حاجه، عشان دول هيدوني شكل الفطيره النهائي من فوق. هنا سويت كل الجلاش معايا علشان يبقى كله سوا واحد. وهجيب ورقتين الجلاش اللي انا سبتهم في الاخر وابدا ارفع الفطيره اللي انا عملتها، وهحط الورقتين دول من تحت كده عشان يديني شكل متماسك للفطيره ومدور. دي خطوه مهمه جدا. هدخل كده كويس زي ما انتم شايفين بعمل ازاي، برفع الفطيرة وادخل الجلاش من تحت زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. خلاص كده تمام، ده الشكل النهائي بتاعها. حلوة جدا جدا ما شاء الله. هجيب بقى الخلطة اللي فاضلة عندي، فاضل منها معلقة كبيرة، الكمية دي بالظبط لفة الجلاش يا جماعة نص كيلو. هحط عليها معلقة كبيرة زبدة، وهخلط المعلقة اللي هي معلقة الزبدة مع المعلقة الفاضلة من الخليط كويس جدا مع بعض. الخلطة دي هدهن بيها الوش بتاع الفطيرة. هكون مولعة الفرن تكون سخنة جدا، وهحط الفطيرة في الرف اللي قبل الاخير. اول ما تستوي من تحت هبدأ ان انا اطفي من تحت واولع من فوق، مش بتاخد وقت خالص في السوا عشان تفضل طرية معايا وما تنشفش. بعد ما طلع شايفين طرية ازاي؟ بجد يا جماعة مش قادرة اوصف هي قد ايه طرية جدا جدا، وقد ايه سهلة، وقد ايه بسيطة، وما خدتش وقت معايا اطلاقا. شايفين مورق ازاي؟ مفيش اي فرق بينه وبين الفطير المشلتت اطلاقا. شايفين التسوية؟ توريقة طري جدا ولذيذ جدا جدا. واي حد نفسه في فطير مشلتت ممكن يعملها بكل سهولة من غير عجن ولا فرد، مع شوية عسل بقى مع شوية جبنة. انا متوقعة انها تعجبكم جدا، جربوها وقولوا رأيكم. ويلا بينا على الجزء التاني من الفيديو. لو انت اول مرة تشوفني، انا دكتور سارة عبد العاطي، ودي اول قناة عربية بتقدم محتوى علمي سهل وشيق وممتع لكل افراد الاسرة عموما والام خصوصا. ده الفيديو رقم 23. اتكلمنا في ال 22 فيديو قبل كده عن
التغذية الصحيحة لمرضى السكر، وعن التغذية الصحيحة وأساسياتها للأطفال، وازاي ادخل بدائل صحية ممتعة للأطفال، وازاي الطفل يتقبلها بكل سهولة. اتكلمنا كمان عن معلومات مهمة جدا جدا عن مواد غذائية استخدمناها في الفيديوهات دي كلها هتلاقوها عندي على الصفحة. دعمكم واشتراككم في القناة بيسعدني جدا جدا. المعلومات اللي هنقدمها النهاردة هتكون عن حساسية الطعام أو الفود ألرجي. حساسية الطعام يا جماعة ببساطة ان انا قاعد باكل عادي جدا وفجأة الاقي انه حصل طفح جلدي حوالين بقي، عند شفايفي، في جسمي، جلدي كله بدأ ان انا احس بحكة، بهرش جامد، مش قادر اخد نفسي، مغص. الكلام ده كله دي كلها اعراض من اعراض الحساسية. ايه اللي حصل في الجسم؟ انا اكلت في نوع من انواع البروتين دخل الجسم بالغلط صنف انه ده حاجة مضرة، هيبدأ يفرز أجسام مضادة. الأجسام المضادة دي اسمها إميونوجلوبين. هتبدأ بقى تتعامل مع الحاجة اللي هي داخل البروتين اللي داخل الجسم ده على إنه هو مضر. أول مرة باكل الحاجة دي مش بتعمل لي أعراض الحساسية بشوفها. تاني مرة بقى باكلها تكون الأجسام المضادة ديت موجودة في الجسم ومستنية. أول ما أكلها تاني مرة يبدأ الجسم يفرز مواد كيميائية وبيفرز هيستامين في الدم. فطبعا اول ما الهستامين ده بيتفرز في الدم يبدأ بقى رد الفعل التلقائي للجسم، الحكة والهرش والاحمرار ده كله بيظهر. طبعا يا جماعة الاشخاص اللي ليهم عندهم حساسية من نفس النوع ممكن رد فعلهم عن تناول النوع ده بتكون مختلفة عن بعض. يعني في ناس بيظهر لها مثلا طفح جلدي وهرش خفيف وخلاص، وفي ناس الموضوع بيتفاقم عندهم لدرجة انه مش قادر ياخد نفسه وحاسس ان مجرى التنفس عنده مسدود. عندك بقى ممكن يحصل انخفاض في ضغط الدم، زيادة في ضربات القلب. الموضوع ممكن يوصل لصدمة، ويوصل للأسف الشديد الموضوع ممكن يوصل للموت لو ما تلحقش بسرعة. فأتعامل ازاي مع الحساسية؟ لو الحساسية بسيطة وأعراض خفيفة ممكن اروح صيدلية اخد دواء مضاد للحساسية، او اخد دهان كمان برضو مضاد للحساسية. لو الأعراض جامدة جدا وخطيرة زي ما قلنا لازم يتوجه للطوارئ فورا. الحساسية بتحصل لمين اكتر؟ مين عرضة للحساسية اكتر؟ الاطفال عموما اقل من 5 سنين دول عرضة للحساسية بشكل اكبر. علشان كده لما اجي ادخل طعام للطفل ينصح ان انا ادخل الطعام بعد سن 6 شهور، لان الجهاز المناعي عندي بيكون بدأ ان هو يشتغل بشكل كويس، الجهاز الهضمي كمان بدأ ان هو يشتغل بشكل كويس. اول ما ابدأ ادخل اي نوع من انواع الاكل للطفل اعمل اختبار للحساسية لمدة 3 ايام. لو ظهر اي نوع من انواع الحساسية اوقف النوع ده، لو ما ظهرش ابدأ ان انا اكمل. طيب يا جماعة ايه الاكلات اللي هي بتسبب حساسية اكتر؟ الاكلات طبعا اي نوع من انواع الاكل ممكن يسبب حساسية ايا كان هو، بس في اكلات معينة بتسبب حساسية بشكل اكبر. زي مثلا المأكولات البحرية، السمك والجمبري والمحار، ممكن الفول السوداني، البيض، الحليب، القمح، وكمان الصويا والمكسرات. الحاجات دي كلها الجسم بيكون عرضة للحساسية منها بشكل اكبر. طيب انا دلوقتي اكلت حاجة واتأكدت ان انا عندي منها حساسية، امنعها بشكل تام؟ لا طبعا. انا مثلا اكلت الطفل بيض ولقيت ان هو عنده حساسيه من البيض، كل ما الطفل بيكبر كل ما الحساسيه تجاه الاكل ده بتقل. فابدا ان انا ادخل البيض بشكل قليل جدا بعد مثلا مرور شهرين من اول تجربه. اشوف مثلا هل نفس رد فعله على الاكل ده هو نفس اعراض الحساسيه ظهرت تاني ولا لا. وابدا برضو ممكن ادخلها مع حاجات، مع كيكه، مع بانكيك، مع مثلا خضار، ادخل بكميات قليله، لان لو منعت الحاجه اللي بسبب الحساسيه منعا باتا وتعرض ليها بشكل طفيف بعد كده هيكون رد فعل الجسم عنها قوي جدا للاسف. طيب ايه الحاجات اللي انا اخد بالي منها لو انا بعاني من الحساسيه عشان الموضوع ما يحصلش عندي ويتفاقم؟ اول حاجه لو انا شخص بالغ طبعا باخد بالي وانا باكل في اي مطعم الحاجات اللي بتتقدم تكون خاليه تماما من اي حاجه يكون انا عندي منها حساسيه. وانا بشتري اي نوع من انواع الاكل اتاكد تماما من المكونات اللي مكتوبه ان مفيش اي حاجه بتسبب لي حساسيه موجوده. لو انا طفل بقى مهم جدا جدا ان انا لو رحت مدرسه او رحت حضانه كل الناس اللي بتتعامل مع الطفل ده الام تكون معرفاهم ان الطفل ده عنده حساسيه من ايه بالظبط. كمان برضو ياخد باله لو الطفل ده حصل له اي عرض من اعراض الحساسيه يعمل ايه بالظبط مع الطفل، يبلغ الام ازاي. طبعا كل الكلام ده مهم جدا جدا عشان لا قدر الله ما يحصلش تفاقم لاعراض الحساسيه دي. كده هنكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى تكون المعلومات خفيفه وظريفه وعجبت حضراتكم. اي سؤال عن الحساسيه اكتبوه في الكومنتات. كانت معكم دكتور سارة عبد العاطي. ادعمونا بلايك واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.